بعض المرات الاصدقاء كنوض وكنبقى جالس فوق الفراش ديالي وغير كنخمم واش بصح خصني نمشي نخدم على 5 الصباح، نخرج في هاد البرد ونعود ويدي يتكبسوا وانا صايك تروتينات. كيبان الطبيب بحال اللي مهجور، ولكن حيت اليوم فاير اتاك انا الصراحه الاعياد الوطنيه ديالهم كاع ما كنعرفهم، عليها الدنيا خاويه شويه. صافي دابا نمشيو بحالنا للدار. دابا الا بغيت نتسنى بوس غنبقى نتسنى نص ساعه والشتا بدات كطيح عليا، فغنضطر انني عاوتاني نوز هاد التروتين. الصراحه كتجيني غاليه ولكن ما كاينش شي حل اخر. صافي بدانا الخريف حقيقي كاين هنايا ماشي اللعب. الشتا البارح كان الريح، اليوم الشتا. هكذا تكون سالات الحصه ديالنا، واحد الحصه خفيفه اللي كنفيقوا العقل ديالنا من ديك العكز وكنقولوا له خصك تقعد. كنبداو في الصباح كنجيو كيكون عندك اللائحه ديال المرضى اللي غتعتني بهم اليوم، كتاخذ كاع المعلومات من ناخ الدينست، الناس اللي كانوا خدامين بالليل، على المرضى اللي عندك شنو تغير فيهم، واش شي حاجه جديده. ومن بعد كتمشي نيشان توجد الدواء ديالك اللي غتخدم به وماتيريال كيف ما كتشوفوا دائما في الفلوكات ديالي كنجبد معايا الماتيريال ديالي باش كتبدا الدوره الشرفيه ديالك باش تدور على المرضى ديالك بواحد بواحد. ملي كندخلوا عند المريض اول حاجه كنعملوا هي كنعبروا له الطونسيون، المسائل ديالو كامله كيتسموا هذوك فيتاليزيشن. كنشوفوا لا عنده شي دواء مثلا بحال هيدا، ولا كانت عنده شي بنده مثلا خصها تبدل كنبدلوها له. الا كان المريض كيتحرك كنهزوه مثلا كنديوه عند الطواليت فين كيغسل وجهه، الا كان كيقدر هو يعمل داكشي، الا ما كانش فحنا اللي خصنا نعملوا له داكشي كامل. كيكون عندنا الفراش هنايا خصنا ننظفوه ونقيوه. صافي من بعد ملي كيغسل المريض وكيسالي كنردوه للبلاصه ديالو، كنعطيوه الدواء اللي خصو يشرب. كتكون ديك الساعه اللي خصنا نفرقوا فيها الفطور، يعني كيكون جا الفطور كنمشيو نوجدوا الماء سخون وكافي باش كنفرقوا للناس الفطور ديالهم. من تما عاد كيكون عندك الحق تعمل باوزا، يعني تاخذ بوز ديالك ولا تبدا الدوكيومونطاسيون ديالك. غالبا كنبداو نكتبوا شويه التقارير، من بعد كتوصل لك الساعه ديال البوز عاد كنعملوا باوزا ديال الفطور. ها هو وصل، يعني دابا 8 خصني نبدا نفرق الفطور. صافي فرقنا الماكله. دابا كتجي الساعه ديال الكتابه، خصك تكتب كلشي كيف ما كنت قلت لكم في الفلوق اللي فات، غير النقط اللي مهمين، حتى باقي كنكوشيو الادويه اللي عطينا. دابا هاد الايامات هادي عندي بزاف ديال المرضى اللي ما كيقدروا يعملوا والو، يعني كنضطر انني نخدم فيزيكمون بزاف، يعني هز قلب غسل صح. هنا في كتعيا. ملي كيكونوا عندك المرضى مثلا كيف ما كنقولوا فيت يقدروا يعملوا كلشي راسهم، ما كتحسش بديك الضغط صراحه. كيكون اغلبيه الحاجات اللي خصك تفرق الدواء وتفرق الماكله شي حاجه. اما ملي كتكون كتخدم بالجسد ديالك بزاف تما فين كتعيا، كتمشي للدار ما قادر تعمل والو، كطيح كتنعس، كتنوض اصلا مدقدق. وهذا الشيء ملي كيبقى يتعاود كدوز عليك واحد السيمانه بحال هكا ولا 10 ايام كتحس براسك صافي تساليتي. ولكن كلشي كيدوز بالصبر. مورا بوزا كنكملوا الا كاينه شي خدمه، الا كاينه شي دوكيومونطاسيون كما قلت لكم. 11:30 كنمشيو عند الناس اللي عندهم داء السكري، نعبروا لهم السكر قبل ما تجي الماكله باش نعطيهم الانسولين ديالهم الى اخره. 12 واقفه كيبدا التفريق ديال الماكله. دابا انا يلاه فرقت الغداء. مورا الغداء عاوتاني كيكون عندك شويه الوقت تكتب شي حاجه الا كانت جديده، ولا كان شي مريض خصو شي حاجه، ولا يمشي يعمل شي راديو ولا شي لعيبه، كيكون عندك الوقت تعمل هادشي. حتى الوحده كيكونوا غادي يجيو الناس ديال العشيه حيت كيبداو مع الوحده، كيكون عندك الحق انك تعمل ديك الاوباكابا، ديك المعلومات اللي خديت في الصباح كنزيد عليهم شنو وقع اليوم، وكنعطيهم الناس العشيه عاوتاني نقول لهم شنو تبدل شنو تغير شنو خصو يتعمل لكل مريض الى اخره. هنايا في كيكون عندنا ماتريال كامل، سو تقدروا تقولوا هذا بحال الخزين ديال الماتريال ديال هاد الستاسيون كامله اللي خدام فيها انا. هنايا ملي كنهزو كلشي باش كنفرقوا في بلايص اخرين. الجو مغيم بزاف والشتا كطيح ديك الشتا رقيقه ففزقت الارض كامله. كان عندي امل انني نخرج اليوم نتريني في الزنقه، تريني باركور، حيت شحال ما ترينيتو من المغرب. اليوم النهار الوحيد اللي عندي خاوي، قررت انني نخرج نتريني واخا في الشتا، لان اصلا من دابا فوق هادشي اللي كاين ما كاينش الشمس، راه كاينه غير الشتا. فقلت يمكن هذه تكون طريقه انني نتاقلم مع هذا الجو هذا ديال المانيا. هذا هو الوضع، ما غنتشكاوش لاننا ما عندناش شي حل اخر. فيا اما نخرجوا نترينيو هكذا، يا اما نوقفوا مره لونطريما.
الصواري هادو واخا كطيح عليهم الشتا كيبقاو شويه ناشفين، فلهذا جيت هنايا عاد انه خاوي، فكنتريني براحتي الصراحه. كنحاول انني نبين لكم الصعوبات ديالي، وغالبا كتجيبها وقت فين كنفشل حتى انا وما كنقدر نعمل والو، ولكن كل ما تحديت راسي ونط نخرج من القوقعه ديال الفشل كنحاول نبارطاجيها معكم كطاقه ايجابيه عليها، كنصور لكم هاد البروسيس كامل. غادي نقول لكم هذه الحاجه وتضحكوا عليا. انا دابا تقريبا عامين وانا ساكن في هذه المدينه وباقي ما شفت فيها والو، دائما خدام، ملي كنخدم كنمشي للجيم ولا كنقضي الاشغال ديالي، فاش نخرج هكذا نكتشف المدينه والله الا شحال من حاجه باقي ما شفتها، حاجات اللي معروفين هنايا وباقي ما شفتهم. خاصه صراحه هي مدينه صغيره ما فيهاش زعما شي حاجه كبيره ما يتشاف، ولكن كيكونوا شي قنوته اللي واعرين وانت خافين عليك حيت انت ناعس في الدار ما كتخرج تكتشف. نعم السيد. واخيرا جبرنا هذاك السبوت اللي كنقلبوا عليه، هو هذا. دابا هذا كان هنايا وانا ما عرفوش حيت انا ما كنخرجش نستكشف. مزيون صراحه، فيه كل شيء. احسن حاجه هي انه جا هنايا مغطي مخبع. هنايا عندهم ديك الحجر ملي كنصطام عليه برجلي كيدخل فيا، ما كيعطينيش ندفع مزيان، ولكن الصراحه مزيان عاملين هاد اللعيبه ديال هاد الحجر هذا، حتى الا طاح شي واحد ولا كذا ما يتقصحش. الناس دويشه صلينا الحمد لله. طبعا جالسو ناكلو شي وجبه باش الموضوع عاوتاني نشحطو. مؤخرا رجعت كناخذ كرياتين لانه كيعاوني بزاف، خصوصا انا ما كنشرب شي قهوه، واخا في الشتاء صعيب انك تشرب الماء بزاف، ولكن كنحاول كندي معايا القرعه ديالي. الدجاج والروز بحال دايما احسن طبق عندي هنا واحد اللينكاسه وجوج الخيارات. جلست في بيسي ونسيت راسي، داز الوقت بالزربه، كنت كنوض غير شويه كنجونغلي بكره هنايا. دابا 10:30 فيلا تعشيت، غادي نتوضا نصلي وغادي نتكا. بداو هاد النهار بسم الله. بزاف منكم كتبوا هاد الكومونتير وانني نهضر على الجورني ديالي كيفاش جيت من المغرب لالمانيا. بالنسبه لي انا كنت ممرض خدام في المغرب، يعني قريت التمريض في المغرب لمده 3 سنوات. فمن بعد التخرج ديالي ما خدمتش نيشان، كنت خدمت بالهوايه ديالي اللي هي باركور، حاولت انني نخدم بشي حاجه اللي كتعجبني، فكانت واحد التجربه واعره اللي نقدروا نهضروا عليها في موضوع اخر. من بعد اكتشفت بان الهوايه ديالي خصني نخليها هوايه، فما خصنيش نرجعها خدمه. فمن بعد بقيت من هنا لهنا بيت شويه البطاله. في الفتره ديال كورونا كنت خدام في واحد الشركه ممرض، في ديك الفتره كنت خدمت واحد المده اللي قصيره اللي هي واحد 3 شهور تقريبا ولا 4 شهور. كان خرج واحد المقرر ديال التعيين لانهم كانوا محتاجين ممرضين في ديك الفتره ديال كورونا، ما كانش الممرضين بزاف، كانوا عيطون كاع ممرضين اللي ما كانوش خدامين وعندهم دبلومات من الدوله انهم يدوزوا واحد المباراه ديال التوظيف، وعاد قدرت ندخل انني نخدم في التمريض. فخدمت واحد المده قصيره في طنجه لواحد 6 شهور تقريبا ولا 7 شهور. ومن بعد للاسف كان خصني نخوي طنجه، فكانوا عندي بزاف الاختيارات، ولكن اقرب اختيار كان هو الحسيمه، ولكن ماشي في المدينه
مدينة الحسيمة في أعالي جبال الريف. من هذا المنبر كنبغي نحيي كاع الناس د الريف لأنهم فعلا أحسن ناس دوزت معهم أحسن تجربة. كنت خدام كيف ما قلت لكم في جبال الريف، واحد المنطقة شبه منعزلة، خدمت فيها واحد العامين تقريبا. نقدر نقول لكم هذه من أحسن وأصعب التجارب اللي دوزت في حياتي، أنني مشيت خدمت في هذه المنطقة هذه، لأنني تعلمت بزاف الحاجات، تعلمت نعتني براسي، دوزت بزاف الصعوبات اللي خلاوني تزاد لي الثقة في النفس. كنت كنسوق تقريبا 5 6 سوايع من طنجة حتى لتما. تعلمت نعيش في البرد حيت ديك المنطقة كما قلت لكم جبلية وكيكون البرد فيها بزاف. فسبحان الله ديك التجربة بحال اللي وجدتني أنني نجي لألمانيا، لأنني تما في ديك المدة تعلمت اللغة مزيان. تما تعلمت اللغة الألمانية، تما كانت صافي الفكرة تغرسات أنني مغرب في بلادي، فاللهم نتغرب في شي بلاصة أخرى اللي نقدر نستافد منها أكثر. من بعد خصني ندفع المعادلة ديالي. فالمعادلة هي بكل بساطة الدبلوم ديالك كممرض في شي بلاد خصك يعترف به في ألمانيا باش تقدر تخدم به في ألمانيا. هذا الاعتراف كتصيفط بعض الوثائق اللي كتصيفطهم من واحد المكتب ديال الاعتراف، كيكون على حسب الولاية اللي باغي تخدم فيها انت في ألمانيا. ديك المكتب هذا كيشوف شحال السوايع قريتي في كل موديل في التمريض في بلادك، وكيقيم ديك الدبلوم، ومن بعد كيعطيك واحد البيشايد كيتسمى ولا واحد الجواب اللي كيكون فيه شحال ديال السوايع عندك ناقصين، شحال خصك تخدم، شحال خصك تقرا من ساعة في كل برونش مثلا. فأنا بس في الحالة ديالي كانت عندي شي 700 ساعة في المجموع. هاد السوايع كيكونوا مقسمين كيف ما قلت لكم، تقدر تخدم 120 ساعة في التمريض النفسي، تقدر تخدم دار العجزة. بالنسبة للشولة كتقرا 3 شهور، كل شهر كتقرا موديولات وكدوز امتحان في الاخر كيكون شفوي. يا اما كيكون عندك ان باسونت ليرغانغ، هو دورة التكيف كيسميوها، هي انك كتجي كتعمل ديك السوايع ديالك كتقراهم في الشولة في نفس الوقت كتخدم ستاج. السوايع اللي عندك ناقصين كيسميوها دورة التكيف. اوبسيون الثاني هو كينتنيسا بروفونغ ولا الامتحان المهاري. هذا الامتحان هو كتقرا اقل من الان باسونت ليرغانغ. اذا نقدروا ان الان باسونت ليرغانغ ولا دورة التكيف كتكون من 11 شهر حتى 12 شهر، والكينتنيسا بروفون كتكون قصيره، يعني تقريبا 6 شهور كدوز واحد امتحان شفوي وبراتيك. اذا نجحتي في ديك الامتحان كتدخل تخدم نيشان. ملي كتجمع ديك الاوراق وكتصيفطهم لديك المكتب في المده كتراوح بين 4 شهور. عاد كان جاني الجواب انا، من بعد عاد قدرت اني نجمع الدوسي ديالي في ديك المده. كيف ما قلت لكم كنت كنقرا ديجا الالمانيه، فكان خصني غير ندوز امتحان، نقلب على فيرتراك ولا عقد عمل باش نقدر ندفع فيزا ديالي. من بعد ما وجدت الاوراق ديالي كان ديك الساعه خصني نقلب على عقد عمل. انا لحسن الحظ ما قلبتش بزاف صراحه، دفعت شي 3 ولا 4 ديال المستشفيات، جاوبوني ب3 صراحه. كانوا عندي 3 الاختيارات، ولكن في الاخير اخترت البلاصه اللي انا فيها. الحمد لله كان اختيار موفق بعد استخاره الله سبحانه وتعالى. طبعا فيزا ديال الممرض عامل صراحه الاغلبيه ما تعطلوش عليهم 15 حتى 20 يوم. صراحه انا بقوه السرعه اللي خرجت لي فيها الفيزا حتى بديت كنشكك في القرار ديالي، لانه تخيلوا معايا انا وصلتني الفيزا وكنفكر واش نمشي ولا لا. بعد صراحه صلينا بعض الركعات كنستخروا فيهم الله سبحانه وتعالى. من بعد صافي استجمعت الشجاعه ديالي وقلت غادي نمشي، وتما بدات الرحله ديالي في المانيا اللي عاد كتبدا. اللي انا ما اخترتش كينتنيسا بروفونغ اللي هو الامتحان، اخترت دوره التكيف اللي كيف ما قلت لكم دوز فيها 11 شهر. بدينا بالخدمه نيشان. صراحه كاين اللي كيبدا بالشوله نيشان، فهذه كنلقاها احسن حيت يلاه كتدخل المدرسه كتبدا تعرف في المدرسه كيهضروا معاك بشويه، ما كيهضروش بالزربه. ماشي كتجي نيشان كيدخلوك المستشفى الناس كيهضروا بالزربه وما كيعرفوكش بلي انت يلاه وصلتي البارح من المغرب ودنك باقي ما تعوداتش على اللغه الالمانيه، فواحد كيجيك واحد الشوك. فهاديك الشيء كامل كدوز منه، ولكن الحمد لله بشويه بشويه شويه المجهود كتحسن اللغه، الاذن ديالك كتعود على سرعه الكلام ديالهم وكتبقى تفهم. فانا بديت نيشان في ستاج. زعما كان عندي ستاج في الكلينيك اللي انا فيها دابا، كان عندي ستاج في التمريض النفسي. كانت عندي عباره عن واحد الدار ديال العجزه ديال المرضى النفسيين، هادو كيتسموا الاينزيت ولا اينزات. كتكون عندك واحد الاينزات يعني واحد المهمه ولا واحد ستاج في واحد البلاصه. فانا كيف ما قلت لكم كانوا عندي 3 تما كنت ساليت السوايع ديالي. فالشوله عاوتاني كانت 3 شهور، كل شهر كنا كنعملوا شهر ديال الشوله، شهر ديال الخدمه، شهر ديال الشوله، شهر ديال الخدمه. صافي في الاخير كيكون عندنا حتى حنا واحد الامتحان في الدوره ديال التكيف، ولكن ما كيكونش بحال كينتنيسا بروفونغ مزير. كيكون عباره عن امتحان شفوي كيعطيوك بعض الحالات. في الحاله ديالي كان عندي غير بي اينز. قبل ما نجي في شهر لالمانيا كان المشغل ديالي قال لي ضروري خصك بيتس فاي محمد، حيتاش ما تقدرش تاخذ ديبلوم ديال الكفاءه ديالك في المانيا بلا شهاده البيتس في الولايه اللي انا فيها. كانوا في الاول كيعطيوها غير بالبي اينز، ولكن بزاف الناس جاوا بمستوى البي اينز واللغه ديالهم طايحه، فرجعوا كيفرضوا عليهم بيتس فاي. ما كانش عندي الوقت صراحه الاخوان باش ندوز، كنت مخلوع انني ندوز بيتس فاي هنا في المانيا. قلت غادي يكون صعيب فقلت ندوزو في المغرب. صراحه بقدره الله سبحانه وتعالى، حيت ما وجدتش ما قريتش البيتس فاي كامل، قريت واحد شهر كيف ما قلت لكم. عملت غير اكزام فوربيرايتون، يعني وجدت الامتحانات بالزربه، كنت كنخرج امتحانات. مشيت دوزت الحمد لله، طلعت لي 3 ديال الموديولات، شي نقطه اللي واعره، ولكن جبت شي حاجه.
جبت واحد الشهاده ديال اللغه ناقصه موديل، فهي كانت ديجا نقصت عليا ثمنها باش نجي هنا لالمانيا. فملي ساليت لانيركينونغ ديالي كان باقي لي داك الموديل اللي هو ديال الليزن ولا النص، قراءه النص والاجابه على الاسئله. فهذاك الامتحان مشيت دوزته في مدينه دوسلدورف حتى هو، والحمد لله كان جاني ساهل، لانه طبعا بعد 11 شهر في المانيا فطبيعي ان اللغه ديالك تحسن، يجيك امتحان ساهل. فالحمد لله دوزته. من بعد كانت عندي شهاده كامله ديال بيتس فاي، ومن تما عاد قدرت نجمع الاوراق ديالي باش انني ندفعهم، اللي كتسمى هنا كيزوندهايتسامت، تقروا مكتب ديال وزاره الصحه ديالهم تقريبا، مكتب جهوي ديالهم، كتدفع لهم شهاده البيتس فاي، البيشايد ديالك، والاوراق اللي كيطلبوا لكم يقدروا يطلبوا لك شي اوراق صافي. هادو حتى هما كيدوزوا معاك واحد اللي كيشبخيش صغيره، واحد المقابله صغيره، كيسولوك كيف جاتك الحياه هنا، واش انت مزوج، كيسولوك اسئله شخصيه. وغالبا هاد الاسئله ولا هاد اللي كيشبخيش اللي كيديروا معاك غير باش يستخرجوا النيفو ديالك في اللغه، يتاكدوا من النيفو ديالك في اللغه واش غتقدر تخدم اللي يعطيوك هاد الدبلوم. كسا الحمد لله كانت جاتني الاوركوندا اللي هو الدبلوم كامل ديال انني نقدر نخدم ممرض في ولايه نوردهاين فيستفالن. تما كنت ساليت الرحله ديالي، وكنت صافي رجعت ممرض معترف به في المانيا، ونقدر نخدم كاي ممرض اخر. هذه باختصار هي الرحله ديال الاصدقاء. كاينين بزاف لي ديتاي اخرين، ولكن انا نوقف هنا حيت فلوق غادي يجي كبير. ملي بديت كنخرج كنعمل هاد السولو سيشن زادو بوحدي، بديت كنعرف شحال هي صعيبه انك تكون الوحيد اللي كيتريني واحد الرياضه في واحد المدينه، وما عندك حتى شي واحد اللي تقدر تمارس مع هاد الرياضه. خصك تكون عندك واحد الشجاعه صراحه باش تقدر تعمل هاد الحاجه. لهذا اي واحد كيعمل شي رياضه بوحدو في المدينه ديالو كنحييه من هاد المنبر، ولكن كيف ما كتعرفوا انا وقتي قليل، فالوقت اللي عندي خاوي خصني نستغلو نعمل فيه داكشي اللي خصو يدار، وفي نفس الوقت نمارس فيه الهوايه ديالي باش النفسيه ديالي كتهدن، ما كنبقاش نحس براسي روبوعي كنخدم وكنجي للدار. كم تحشي يا راح نموت عاد جري فوق الحديد. نقربكم من التجربه شويه، على الله تحسوا معايا بنفس الاحساس، واخا صعيب صراحه. هنا كاينه برا كاينش بزاف ما يدار فيهم، ولكن كالعاده حنايا كنحاولوا نعملوا داكشي من لا شيء. دابا باغي نعمل باك فليب وانا شاد يدي هنايا، شحال ما عملتها في الحديده الصراحه، عاد كتزعزع. علاش كنعمل غير الحاجات اللي كيخلعوني الاصدقاء. بسم الله. خفت منها، اللي ما بغيناش. الخوف هو اللي ما كنحملش، وهذا الخوف كيجي من قله لونطريما. كل ما نقصتي لونطريما كل ما كيبقى يجيك الخوف. عقلي نسى كيفاش، نسى ديك المعلومات اللي كنت كنعمل. لهذا خصنا نشوكيوه. الارض رطبه ان شاء الله ما نطيحوش.
هو ذات واز سكيري. واي ياي 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 والله الا شفت النجوم الاصدقاء، عرفتي ديك في الرسوم المتحركه ملي كيتضرب شي واحد في راسو كيبقاو يدوروا عليه الطيور، هذا حسيت بهم. مشات لي التكنيك. كنظن عرفت المشكل الاصدقاء. المشكل هو حديده كتحرك برا، كتحرك ملي كنجي ندفع فيها، حيت خصني نجبد وندفع. ملي كنجي ندفع برا كتحرك، مستحيل، ما كايناش شي قوه نابضه اللي غتدفعني. ولكن رغم ذلك انا مغنان، حيت عارف راسي قادر عليها مغنان، ماشي مغنان وصافي. توكلت على الله، بسم الله. ليتس جو. هذه كتسمى الذاكره العضليه الاصدقاء. العضلات ديالك عندهم واحد الذاكره كيسجلوا فيها موفمنت اللي عملتي بهم في حياتك كامله ملي خلقتين دابا، وكيحاولوا يتفكروهم كل ما ضغطتي عليهم اكثر، حيت ديك الحركات مخزنين في اللاوعي ديالك، خصهم غير يدوزوا من ديك النواقل العصبيه، حيت من داخلهم كيفاش يدوزوا خصك بواحد شويه الثقه في النفس والثقه في الله. دابا التشالنج الاكبر، هاد الحديدات كاملين خصني نجري عليهم. غنحاول نجري فوق منهم، يا ربي ما نزلقش. على افكار غبيه. تيستو بعدا واش داكشي كيزلق. لا بسم الله بسم الله. ليتس جو. ما جاونيش صعابين بحال اللي كنت كنتوقع. خطوه مور خطوه كنحس براسي باللي غنطيح. كنقول لا خصك تركز، بقى مركز. الحصه اليوم عباره عن مساريه ديال الباركور، يعني شباتسيغ غانغ ميت باركور. ماشين كنديكم معايا وانا كنتسارى وانتم كتساراو معايا وكنترينيو. اجواء رائعه. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله محمد بسم الله. ديك النهار كنت جيت لهنايا وكانت الارض فازقه، حتى دابا الارض فازقه، ولكن ماشي بحال ديك النهار. بين وبين نقدروا نعملوا شي حاجه خفيفه. ماي ايز. واحد العقاد كيقول لي نكمل الحصه ديالي هنايا، كنحس براسي باقي ما ترينيتش مزيان، باقي ما عملتش شي حاجه اللي نقدر نقول صافي دابا واخا كنا خاوزه كاين. هذا واقيلا غنكمل الحصه ديالي هنايا، واخا اي ثينك واخا كنظن فكره ماشي تما حيت الارض فازكه وانا لابس كحل. علاش كيجوني هاد الافكار اصاحبي؟ او ماي جاد. باركور كيكرفص الاصدقاء. ولكن الحمد لله حتى عندنا الصحه باش نتحركوا، الحمد لله حيت كنقدر نتريني، الحمد لله حيت كنقدر نجري.